مهمة ولازم نتكلم عنها، ألا وهي إن أنا باقول عن نفسي إن أنا UI UX، مع إن ده غلط في الحقيقة. والسبب هنا واضح ومعروف جدا، لان في فرق بين انا اقول على نفسي ان انا يو اي وبين انا اقول على نفسي ان انا يو اكس. هقول لك الفرق هنا بيبان بشكل واضح جدا جدا ان اليو اي هو اختصار يوزر انترفيس، لكن اليو اكس هو اختصار يوزر اكسبيرينس، وهنا في فرق كبير بينهم. واحنا شرحنا قبل كده في فيديو ان اليوزر انترفيس هو الايقونات، الصور، اي الوان، تايبوجرافي، كل حاجه انت بتشوفها بعينك حتى البروتوتايب. لكن اليو اكس هو تجربه المستخدم. تجربه المستخدم هنا بتفرق جدا جدا عن اي حاجه ثانيه. انت كمستخدم بتفرق جدا جدا في المنتج، وبتفرق جدا جدا في مبيعاته. مش بس كده، لا، تجربه المستخدم هي اللوجيك اللي انا بستخدمه. لما انا ادوس على الزرار ده هيوديني على فين، لما انا ادوس على السيرش ده هيوديني فين، الايقونه دي ممكن توديني على فين. كل ده في حد ذاته لوجيك انا بستخدمه عشان اطلع حاجه احترافيه او اطلع منتج فعلا ناس تقدر تستخدمه يوزر، مش بس في الابلكيشنز المواقع. لا، اليو اكس موجود حتى في حياتنا الشخصيه، في ابسط الحاجات البسيطه. وعندك اشهر الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها مثلا مطاعم زي مطاعم ماك، واحد من اشهر مطاعم الاكل السريع. تخيل ان ماك عنده اكل حلو وعنده كل حاجه حلوه، ولكن عنده مشكله واحده بس كافيه ان هي ممكن تقلل شويه في تجربه الاستخدام: الكراسي بتاعته. ايوه يا صديقي، زي ما سمعت، طبعا ده قبل المقاطعه طبعا كنت بروح. الكراسي كانت بتتعب لي ظهري جدا جدا جدا، وده السبب واضح ومعروف، لان هو مطعم اكل سريع مش بيستهدف القعده، هو بيستهدف ان انت تقعد تاكل وتمشي عشان غيرك يجي ياكل ويمشي، وهكذا. مش كل منتج حلو هو في الحقيقه اللي شكله حلو، ولكن كل منتج حلو هو اللي شكله كويس ويقدر ينقل لك تجربه استخدام محترمه. وده تاني فيديو معانا من سلسله الرود ماب. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس.